سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي اللي ديريتو نبيله مزياني. كما شفتوا في عنوان الفيديو اليوم جبت لكم وصفه اللي هي الرفيس التونسي او الكعبوش، وكل ولايه واش تسميه. وهذه هي الوصفه اللي تعلموها في الورشات. تبعوا معايا المقادير باش نصحوا في هذه الوصفه. هنا عندي 250 غرام سميد متوسط حمصته في الكوشه، مغرفه صغيره قرفه، مغرفه صغيره حرور النافس، مغرفه كبيره زبده او مارغرين، مغرفه جلجلان محمص، شويه حلوة الترك، 250 غرام غرس او عجينه التمر، 4 مغارف حليب ولا مغرفه لحظه. تقدروا تضيفوا المكسرات تحمصوهم حسب الرغبه. نخلط المقادير ديالي مليح حتى نشوف العجينه تاعي بدات تحكم روحها. بعدها نضيف لها 4 مغارف عسل ونبقى نعجن فيه. السر باش يقعد لنا الرفيس تاعنا مده طويله طري لازم تعجنوه. راح نشكل الرفيس ديالي بهاد الليمون اللي راهم متوفرين في المحلات، واللي حبيت ديرلهم كريات صغار ديرهم. شكلت كريات وزنتهم 50 غرام. بعد ما كملتهم كامل حكمت هاد المول وبديت نشكل فيهم. نحط الكريات تاع الرفيس تاعي في المول ونقعد نزير فيه حتى نتحصل على شكل تاع المول. واللي ما عندهاش هاد المول تشكل كريات وتخليهم. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت رفيس تونسي او الكعبوش. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه. نتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. الى الملتقى.